اسمي أميرة محميد نجرس من رأس العين، من سكان رأس العين نفسها. اليوم صار لنا نازحين 5 سنين من رأس العين بسبب الاحتلال التركي. تهجرنا جميع مناطقنا، نزحنا من مناطقنا من رأس العين، أتينا إلى قرى الآشورية بسبب الاحتلال التركي، وهسه اجينا فتحنا مشاريع صغيرة لأنه تهجرنا ما ضل عندنا كل شيء. يعني اقتصاد المرأة هو اللي ساعدنا بافتتاح مشاريعنا. نحن 3 أشخاص نشتغل، آمال وأم أحمد وأني أميرة نشتغل، يعني 3 نساعد على الخبز. أنا اختصاصي إنه مثلا أفك لها رغيف، هي مثلا آمال تلوح، أم أحمد تشوي، ونساعد كل شوي. يعني اللي تتعب بلش توقف مكان الثانية. نحن من زمان نعرف نخبز، بس مشروعنا صار لنا تقريبا شي 15 نهار 20 يوم فاتحينه، كلهم بيعوا. يعني اليوم مثلا عندنا كمية، مثلا اجى شخص قال بدنا 40، بدنا 30، يعني إذا ما موجود عجين رأس النعجن نقول له بعد ساعة ترجع يكون شغله جاهز نمشيه. أعراس، حفلات، ظهور، كل شيء كامل. يعني ايش يطلبون نحن ما لنا علاقة، وين ما ياخذوا نلبي طلبية الزبون اللي يجي ويطلب منا. بمساعدة المؤسسات فين العالم كله تفتح مشاريع صغيرة، يعني يطلعون مصروفهم أول بأول أحسن ما يكون قاعدين يعني بالبيوت. حسب يعني نبلش هسه نفتتح. نحن افتتحنا اليوم من الساعة 5، نجهز بابورنا، نجهز عجيننا، كل شيء خلصه يطلع، يعني يصير الساعة 6:30 نبلش نشتغل. ايمتى ما خلصنا الساعة 10، الساعة 11 12 خالص نسكر. يعني احنا مطلبنا انه مثلا نطلب مساعدات، يعني انه يساعدونا انه نوسع مشاريعنا، انه ما يضل الناس عاطله عن العمل. يعني انه جميع النازحين انه يصير عندهم مجالات عمل، انه تشتغل، انه تساعد عيالها اذا كانوا يعني بناس ما عندها يعني وظيفه. اي مشروع صغير يفيد مصروف بيته. لا، الشغل معي بعيب على اللي يقعد بالبيت وما يشتغل. انا هيش يعني انه بنظرتي للشغل. العمر مو فرق، انه انسان يقدر عنده عزم، اذا يكون عمره 100 سنه عنده عزم يقدر يشتغل، خليه يشتغل بهالمجال، اي مجال كان يكون الشغل مو متعب. بالعكس الشغل زهوة البني ادم، بدون تعب ما بمعيشه. ايد وحده الحمد لله. يعني اي شغله نشتغلها كنا 3 سوا نساعد بعض. بمكون عربي، مكون كردي، ما بي فرق بالنسبه لنا. احنا ما عندنا فرق ابدا، لانه كنا اخواتين بالمجتمع هذا. بيتي راح صار يعني احتلوه، صار لهم يعني هسه ساكنين في جيش حر. يعني الناس اللي اول ما طلعنا اجوا مكاننا جيش حر، قعد ببيتنا، خرب لنا كل شيء، سحب السلاح هذا الحديد اللي تحت الارض، كل البيت صار جوا. بيوتنا كلها تدمرت، كلها راحت، ما ضل لنا شيء. يعني اذا بدنا لازم نظبط من هسه، بدنا نبتدي ناسس لحالنا حياه جديده حتى نعيش. يعني اذا نضل قاعدين ونصفن بدنا ننطر حتى يرجع اول كل شيء لورا، ما راح يرجع شيء. بدنا نبدي حياه جديده وناسس كل شيء من اول وجديد. بلا نطالب بالاحتلال التركي يطلع من اراضينا، ونرجع نحن النازحين بشكل عام على بلادنا، حتى اهالي هاي البيوت ذات ترجع على بلاده، انه كل مكون يرجع على مكانه. انه نطلب انه من اي مكان يسمعنا او يشوف لقائنا انه يساعدنا انه الاحتلال التركي يطلع من اراضينا، لانه ضيع مستقبل اولادنا ومستقبلنا، وجاي جديد يعني جيل جديد ما له مستقبل بالحياه. نشكر اقتصاد المراه بمساعده انه مادي ومعنوي. اطالب يعني بجميع النساء انه يعني تشجع لهذه المشاريع الصغيره، ويطلبنا الدعم حتى يقدر يعني يساعدوا انفسهم.